السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم قسرة بالون. في هذا الفيديو جيت نحكي على الخبر اللي راهو يدور في المصادر الموثوقة تاع واحد الاعلاميين، واحد القنوات اعلامية. قال لك استقالة ولا رحيل بيتكوفيتش، طلاق بالتراضي بينه وبين الاتحادية ودون تعويض. خرجوا اعلاميين وخرجوا بعض القنوات قال لك حسب مصادرنا الموثوقة بيتكوفيتش قرر التخلي عن المنصب والرحيل دون تعويض، يعني فسخ العقد بالتراضي. سبحان مغير الأحوال. في الأمس القريب برك كان بيتكوفيتش يقول لهم أنا نكمل العقد نتاعي، إلا راكم حابين تفسخوا تعاقد واعطوني المستحقات تاعي نفسخ العقد ونروح. هذه نفس المصادر اللي نقلت هذا الخبر البارح، نقلت الخبر تاع بيتكوفيتش واش قال لهم في وقت سابق. دونك انا السؤال اللي راني حاب نطرحه، ولا زوج اسئله برك راني حاب نطرحهم. اولا، هذا الاعلاميين اللي راهم عايشين مثلا في الخارج ولا داخل الجزائر، والقنوات الرياضيه هذه ولا القنوات الاعلاميه هذه اللي راهي تجيب في المصادر من داخل الاتحاديه، بصفتها شكون باه راهي تجيب لنا هذه المصادر هذه؟ هل هي بورت بارول تاع الاتحاديه؟ هل هما الخليه تاع الاعلام في الاتحاديه؟ الله اعلم، مانيش عارف انا دركا. الاتحاديه ساكته، لا بيان ولا هكا نقولوا حنا كاش حاجه كونفيرونس اخرج لينا رئيس الاتحاديه والمدرب وقالوا لنا يا ودي هاوش صرا في المونديال ونعتذر وكذا وكذا، والو. الاتحاديه قال لك حسب المصادر بيتكوفيتش فسخ العقد ودون تعويض. بصح هنا الاتحاديه ضربه النحمه، كان والو، لا بيان رسمي، لا اخبار رسميه، لا في السيت ولا في الصفحه تاع الاتحاديه. يعني هذه المصادر هذه منين جابت المعلومه هذه وكيف سربتها دوكا؟ شكون هذا الانسان اللي راهو يعطيهم في هذه الاخبار هذه رسميه من داخل الاتحاديه، رسميه حسب الاقوال نتاعهم؟ صح. وقال لك باللي المدرب تاع المنتخب الوطني الجزائري الاسبوع القادم ان شاء الله راح يعلنوا عليه، وباللي عنتر يحيى سينيا العقد نتاعو راح يبدا المهام نتاعو عن قريب مع المدرب الجديد. وثاني باللي المدرب القادم الاتحاديه راح تعتمد على المدرسه الاسبانيه، يعني هذه الخطره راح تقبل انها تجازف بالمدرسه الاسبانيه وتشوف بالك يجيبوا لنا زعما عقليه لاعب جديده وغير ذلك. لكن السؤال المطروح الثاني، وليد صادي، اين انت من كل هذه التسريبات؟ اتحاديه وين راهي؟ المفروض هنا الاتحادية تخرج للرأي العام وتقول باللي ودي المدرب هذا رانا نحاولوا معاه كيفاه إلى يكمل معانا ولا لا. احنا رانا حابين نفسخوا له التعاقد تاعو، وتم فسخ التعاقد ولا ما تمش فسخ التعاقد هذايا، يعني باش نعرفوا احنا هذا المدرب راح يكمل ولا راح يبقى. لكن باش يخرجوا لي انا قنوات إعلامية، يخرجوا لي إعلاميين عايشين في الخارج ولا عايشين هنا ويقول لك عندي مصادري الخاصة، وش من مصادر؟ أعطينا هذه المصادر اللي تعطيك في المعلومة. كيف مصادر من داخل الاتحادية تسرب خبر الاتحادية بنفسها ما عطاتش الإذن باش ينشر في صفحتها الرسمية وفي موقعها الرسمي؟ يعني هنا راه كاين، يعني ما فهمتش أنا وش محلهم من الإعراب. المفروض هنا الاتحادية تخرج ببيان بلي يا ودي نشكر المدرب بيتكوفيتش اللغة الدبلوماسية كالعادة ماكش كيف هي طاكيوه. قال انتهى المشوار مع بيتكوفيتش وسنعلن عن المدرب في الأسبوع القادم إن شاء الله ويباشر المهام تاعو، وتم الطلاق بالتراضي دون تعويضات. كيف البارح بيتكوفيتش يقول عوضوني إلا راكم حابين نروح، ودرك راكم تقولوا بدون تعويض. على أي أساس بيتكوفيتش اللي موالف بدار شراع ولوزان ويجري ويجيو المحامين تاعو معروفين بالقوه نتاعهم، اليوم يسمح لكم في 4 ملايين ونص اورو ويروح هكا فقط؟ لو كان جا جزائري نقولوا بالك معليش، بصح هذا موش جزائري، كيف حتى يسمح لكم ويروح؟ الله اعلم. المهم احنا نطالب وليد صادي والاتحاديه باش يحطوا لنا بيان رسمي ويديروا لنا ندوه صحفيه يبينوا لنا واش كاين واش ما كاش، واش صرا في المونديال، كيف حتى خرجنا بهذه النتيجه الكارثيه. والمدرب هذا ما محله من الاعراب معانا، يا راح يبقى يا راح يروح، ومن الاحسن غير يروح. باسكو انا كمناصر جزائري واتحدث عن نفسي هكذا، ما نتحدث باسم حتى واحد، نتحدث باسمي، مانيش قابل هذا المدرب يكمل معنا بكل صراحه. يكمل، ما نزيدش نتفرج ليكيب ناسيونال. علاه؟ لانه مدرب كيما هذا ما يشرفنيش انه يكون المدرب تاع المنتخب تاعي. هكذا نقطه، انتهى. دونك عطونا رايكم في التعليقات خوتي، واش راكم تشوفوا فيها؟ اسكو لوجيك ماشي لوجيك؟ واش صاري؟ اسكو صح راح؟ اسكو مازال؟ هما راهم يقولوا بلي راح مصادرنا الموثوقه قالت بلي بيتكوفيتش سي بون. اتحاديه المصدر الرسمي الموثوق الوحيد
اللي الشعب راهو يستنى فيه لا بيان ولا حتى شيء. الله اعلم. حنا رانا نستناو بيان تاع الاتحاديه ونشوفوا هذا المعمعه هذه اللي صاريه منذ معناتها ملي خلاص لا كوب دي موند حتى دوكايا، واش الاخره نتاعها. المهم تهلاو في روحكم خوتي، عطوني رايكم في التعليقات. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.